السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم آمين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الأكواب الكوري. هي أكواب حلويات عبارة عن كيك وكريم شانتيه. اللي ما بيعرفش يعمل أي تورتة أو بيعمل أي حلويات، دي طريقة سهلة قوي، وكمان هتفيدك في أي عزومات عندك لو عايز تعملي حاجة سريعة وسهلة، من غير تزيين كتير، من غير أدوات كتير عندنا، بحاجات بسيطة، أي لمسات عندك بسيطة هتبقى شكلها حلو وطعمها هيبقى أحلى زي التورتة بالضبط. بس إحنا بنعملها في أكواب عشان كمان لو عندك أطفال كتير ما تهدرش منك، أو يعني إيه، يقطعوا الحاجة ويرموها، وكمان بسيطة وسهلة وأي حد ممكن يعملها، وكمان مقاديرها موجودة في البيت بطريقة أبسط مما يكون. هنجيب هنا العجان، أو ما عندكيش عجان هتنزلي في أي بولة واسعة ب3 بيضات كبار. لو البيض عندك صغير ممكن تستعملي 4 بيضات، وهننزل معاهم بالفانيليا، وكمان نص كوباية من السكر. طبعا ده حسب المقدار اللي انت عايزة تعمليه، أو حسب عايزة تعمليها مسكرة قوي أو مش مسكرة قوي. لو بتحبي التسكير مش عالي قوي ممكن تنزلي بربع كوباية من السكر. لو التسكير بتاعها عايزاه مظبوط انزلي بنص كوباية من السكر مع ال3 بيضات الكبار، ورشة الفانيليا طبعا عشان خاطر البيض. وهننزل مع العجان كمان بربع كوباية من المية. ودي الغلطة اللي أنا وقعت فيها الحقيقة، احنا متعودين نبقى صراحة مع بعض. المفروض ان انا ما كنتش احط الميه دلوقتي، بس انا الولاد واقفين جنبي ومن لبختي وكده، فحطيت الميه من غير ما اخد بالي. هو طبعا الموضوع بسيط يعني وعادي، بس الافضل ان احنا نحط البيض مع السكر الاول والفانيليا يتضربوا لحد ما يبقى الفوم بتاعهم عالي قوي. وهو الفوم هيعلى دلوقتي، ولكن برده مش عليه الفوم اللي انا كنت عايزاه. وبعدين ننزل بقى بحبه الميه كده من الجنب، حبه صغننين صغننين، ونفضل نضرب على اعلى سرعه برده لحد ما يبقى الفوم زي ما هو عايز. ولكن برضو الدنيا كانت مظبوطة معانا وما فيش منها مشاكل خالص. بس أنا حبيت أقول إن المَيّة ما نحطهاش مع البيض ومع الفانيليا في الأول كده، والسكر يعني. هنا بقى أنا جبت كوباية ونُص من الدقيق، اللي هي الكوباية المعيارية، أنا وزنتهم كانوا طلعوا ربع كيلو، فكوباية ونُص من الدقيق، الكوباية المعيارية، الكوباية الكبيرة والكوباية اللي قبلها على طول، ديّة تعتبر ربع كيلو من الدقيق. وحطيت عليهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. بُصّوا بقى، هنقلّبهم، وطبعًا ذرة الملح عليهم ما ننساهاش، هنقلّبهم كويس أوي، وننزل بمعلقة، معلقة في العجان زي ما أنتم كنتم شايفين. وطبعًا نضرب الأول العجان على سرعة بسيطة عشان ما يطلّعش علينا كده من الدقيق زي هبو أو حاجة، وبعدين نعلّي عليه العجان ونفضل نضرب لحد ما يبقى القوام بتاعه زي ما أنتم شفتوه. هناخد نُص العجين نحطه في الصينية أبيض، والنُص التاني هنعمله شوكولاتة، هنضربه تاني في العجان. طبعًا قبل أي شيء وإحنا لسه بنبدأ نعمل الخليط لازم نكون مولّعين الفرن، ما ننساش النقطة دي، علشان يبقى سخن معانا. أنا هنا خلّصت الكيك وحطيته في الفرن بقى، أخد معايا بالضبط ربع ساعة مش أكتر من كده، واختبرته وطلع زي الفل معايا. حطيته في صاج 30 في 40. لو أنتم عايزة طبقات الكيك عالية، وأنا ساعتها قُلت يا ريتني كنت عاملاها عالية يعني، هنحطها في 30 في 40. الأول أنا هاقول لكم على الحتة دي، ده الكريم شانتيه اللي أنا باعمله. هننزل بكوباية مَيّة متلجة، على كوباية كريم شانتيه، على معلقة من اللبن بودر كان آخر حاجة عندي، على معلقة من الباستري، وكمان 3 معالق من السكر أو معلقتين حسب التسكير اللي أنتِ عايزاه، وهيتضربوا كويس لحد ما قوامه يتقل، وهتشوفوا القوام دلوقتي. هنا بقى قُلت زي ما قُلت لكم أنا حطيته في صاج 30 في 40. وطبعًا أنا بعد ما حطيته لقيته إيه، إن الكيك طلع ارتفاعه مش عالي، لإن الصاج كان كبير، وكل مرّة بانسى وأحطه في 30 في 40. فأنتم لو عايزين علو الكيك أعلى من كده، ممكن تحطوه في صاج 20 في 30 أو 25 في 30 براحتكم يعني. فطبعًا ده لمّا لقيت الصاج الكيك بتاعي الصاج بتاعه كان كبير، فاضطريت إن أنا أعمل 4 طبقات في الآخر من الكيك في الكوباية، لإن كمان الكوباية ما شاء الله كانت كبيرة، فاضطريت أعمل 4 طبقات. هنا بقى جبت القطّاعات دي، لو ما عندكيش القطّاعات دي ممكن تجيبي زي مثلًا فنجان أو كوباية أو غطا، أي حاجة عندِك، تشوفي طبعًا سمك الكوباية من تحت قد إيه وتقيسيها وتقدري تقطّعي بيها. سهلة يعني مش هتبقى مُضلِعة أوي إن إحنا ندوّر عليها. حطيتهم بقى في الكبّات كده في الكوبايات، وجيت سقيتهم بخليط التسقية بتاعنا اللي إحنا متعودين عليه في التورت، اللي هو كوباية سكر عليها كوبايتين مَيّة، بتبقى شربات خفيف يعني. بتسقيه برضه بحيث إن السكر بتاعه لو مش عالي أوي بيدّي له تسكيرة خفيفة، وفي نفس الوقت بيفضل الكيك طري معانا. هنحط بقى طبقة كيك، وبعدين هنحط طبقة كريمة. أنا جيت عملت الكريمة هنا بالألوان، أخدت اللون الأصفر حطيت عليه ألوان جل، حبة كده من الكريمة يعني، حطيت لون أصفر نقطتين 3 عليهم لحد ما اداني اللون الأصفر، وبرده الأخضر حطيت عليه لون جل أخضر،
والموف حطيت لون جل موف، والبني ده أنا حطيته حطيت عليه معلقة كاكاو ومعلقة سكر وقلبته في الكريم شانتيه لحد ما اداني لون الكاكاوي. وطبعًا الأبيض زي ما هو. هنفضل بقى نحط طبقة كيكة ونسقيها، وبعدين طبقة كريمة، وبعدين نسقيها كده يعني، طبقة كيكة وبعدين كريمة وبعدين طبقة كيكة ونرجع نسقيها. هتلوّني بقى ما بين الطبقات، مش هتحطي طبعًا كلّه لون واحد، لإن هنشوف شكلها دلوقتي في الآخر عمل إزاي. ما بين كل طبقة كيك وطبقة الكيك التانية نحط لون من الألوان اللي إحنا عاملينها بألوان الجل من الكريمة، عشان تدّينا في الآخر شكل. هي الفكرة كلّها إن هي أكواب مُفرحة، بتبقى شكلها حلو أوي لو عندِك أطفال أو عندِك مناسبة، عندِك عيد ميلاد، ممكن تزوّديها، مش عارفة تعملي cup cake بتعمليها جنب التورتة مثلًا. مش لازم يبقى في عيد ميلاد، ممكن تعمليها لأولادِك كده في البيت، ما بتهدّرش مننا خالص. حتى كمان أنتِ تعلّميهم يخشوا المطبخ معاكِ، الحاجات دي بتعلّمهم التزيين، الراحة النفسية جوّه المطبخ، بتجرّئيهم إن هُم لأ خشوا واعملوا ما تخافوش. هتشوفوا دلوقتي أنا كان عندي شكل في البيت مين هيزين إيه، قُلت لأ أنا هاعمل 4 أكواب الأول بحيث إن أنا أصورهم معاكم، وبعدين نفنن بقى إحنا ال3 مع بعض كده نقعد نزين مع براحتنا يعني. هنا بقى لمّا جيت لقيت الكوباية ما شاء الله كانت كبيرة، وال3 طبقات ما كانوش حاساهم لسه قليلين، فاضطريت إن أنا آخد من الأكواب التانية وعملت الطبقة الرابعة من الكيكة. طبعًا لو كنت عاملة في الصاج الصغير كان زمانة الكيكة بقت أعلى من كده، لإن طبعًا المقدار ربع كيلو ما شاء الله، ما يعمل يعني إيه، ما يعلّيليش الكيك أوي آآ في الصاج ده، رغم إن هو ساعات والله بيعلى معايا في الصاج ده، بس مش عارفة يمكن عشان بالدقيق العادي مش عارفة يعني. عامةً أنا باحب دايمًا أشتغل بالدقيق الإسبونج، بس وقتها ما كانش الحقيقة عندي دقيق إسبونج، وهُم كانوا عايزين يالّا ماما نعمل حلويات، يالّا ماما نعمل حلويات، فقُلت مش مشكلة دقيق عادي، عادي برضه مش هيقول لأ يعني. هنا بقى أي تزيين عندِك، أنا كان عندي القالب السيليكون بتاع الحروف، عملت بقى لكل واحد كده بالحرف بتاعه على الكوب بتاعه، ده بتاعي أنا بقى، ده تزييني يعني. أنا قُلت لهم أنا هاعمل لكم واحد من تزييني، وكل واحد فيكم يعمل بقى واحد من تزيينه هو. مش قادرة أقول لكم على الأشكال الفضائية اللي كانوا عاملينها في التزيين بتاعهم. بس طبعًا ده بيدّي للطفل ثقة بالنفس جامدة، إن أنتِ لأ اعمل أنا مُعتمدة عليك، لأ يالّا أقف معايا في المطبخ، أو مش لازم المطبخ يعني ممكن يعني توكّلي له إن هو يعمل أي شغلانة في البيت، بحيث إن أنتِ إيه، لأ أنا باثق فيك، لأ اعمل معايا. ده هيدّي له ثقة بالنفس ويربّي عنده شخصية كويسة، إن هو ما يبقاش خايف من خوض أي تجربة في حياته. ما يُعتبر إن أنا مثلًا لمّا باقول لك اعمل معايا حاجة، دي بالنسبة لك تجربة جديدة، فأنت ما تخافش، لأ اعمل وأنا معاك وفي ضهرك. فده بيدّي للطفل بصراحة ثقة بالنفس، فحاولوا يا جماعة تتعاملوا مع أطفالكم بالطريقة دي. عفوًا. طبعًا إحنا ما شاء الله ربنا يحملنا أطفالنا يعني ويبارك فيهم، ما فيش حد فيهم بيسمع الكلام خالص يعني ربنا يهديهم كلّهم. فربنا يهديهم لنا يا رب جميعًا. هنا بقى ده كان تزيين الشوكولات ورا، وده تزيين الكيك الأبيض. أي تزيين عندِك، أي حاجة عندِك ممكن. أنا كان عندي لسه حاجات ورا كتير، زي وافل صغير كده وحاجات صغنونة بالشوكولاتة. دي برضه كان قوالب شوكولاتة عندي، سيّحت الشوكولاتة. عايزة أقول لكم إن أنا لقيت طريقة حلوة أوي لتسييح الشوكولاتة، بدل حمام بخار بقى والحاجات دي. لأ الموضوع بالنسبة لي سهل أوي. أنا باجيب كيس التلاجة وأقوم حاطة فيها قطعتين ال3 الشوكولاتة اللي أنا عايزاهم، ونقطتين زيت معاها، واروح قافلة الكيس ومدخلاه في المَيّة اللي كانت بتغلي، واسيبه. ما بيكمّلش دقيقتين وبيسيح أكتر ما هو كان بيسيح على حمام البخار. عايزة أقول لكم والله، أنا كنت خايفة في الأول إن ممكن الكيس يتقطع أو حاجة من درجة السخونية، وبعدين قُلت إزاي إذا كان أنا لمّا كنت باعمل لانشون في البيت، كنت باحط الكيس البلاستيك جوّه المَيّة السخنة، وكان اللانشون بيستوي وكل حاجة. فأنا بصراحة مسيّحة الشوكولاتة دي كده البيضا والبني، لمّا عملت الأشكال دي سيّحتهم وحطيتهم في الأشكال وسِبتهم دقيقتين. طبعًا الجو دلوقتي بارد، ساحوا معانا وصبّيتهم وجمدوا على طول. دي كانت الأشكال، واللي في النُص دي أنا عملتها جديدة. عايزة أقول لكم إن كانت الطريقة سهلة أوي، بسيطة جدًا. عايزة أقول لِك إنها مش مكلفة، كمان ما أخدتش وقت مننا كتير، وقت فراغ قضيته أنا والولاد. هتنفعِك في لو عندِك أي عزومة ومش عارفة تعملي إيه، ومش فاضية يعني كده، ومحتاجة تعملي حاجة من البيت أو مش عايزة تشتري من برّه، مش مكلفة نهائي خالص. يعني أنا عايزة أقول لِك إن ده كلّه كان بكوباية كريم شانتيه واحدة. بس طبعًا لازم تجيبوا كريم شانتيه موثوق منه، ما ينفعش تدّي له كريم شانتيه مش اللي هو ما بيعلاش. يعني أنا فوجئت إن في السوق كذا نوع ويقول لِك كريمة، 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 وبتطلع الحقيقة في الآخر بايظة، مش حلوة خالص، للأسف يعني. فأنا باجيب من عند حد معيّن اللي إن شاء الله ما عُدتش هاغيّره تاني خالص، اللي هو فور كيك، لو أنتم من شربينو تعرفوه. فور
كيك ما شاء الله الحاجة عنده تحفة ما شاء الله، وعنده مصداقية جامدة أوي في الحاجة اللي بيبيعها، حتى لو كانت غالية فلأ هي حلوة. هنا بقى المفروض كنت أنا أستنى عليه شوية بحيث إن أنا أدخّله التلاجة والكريمة تمسك معايا سيكة كده، بس أنا لأ يالّا يا ماما نفتح، يالّا يا ماما نفتح، يالّا نفتح نشوف الشكل من جوّه، وده كان شكلها بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم وهتفرّح أولادكم، ويا ريت اللي وصل معايا لحد دلوقتي يا ريت شير ولايك وسبسكرايب لمطبخ أميرة وريماس لو كان الفيديو عجبكم، وأتمنى اشتراكاتكم لو ما كنتوش لسه اشتركتوا في القناة، وإن شاء الله يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.